ترندين بواحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لذيذ. خاصة مع شوكولاتة دبي. شوفوا، جربوها وإن شاء الله رح تعجبكم. خليكن معي لآخر الفيديو لأنه أنا عاملة تجربة بهاي الحلا التركي بصفار البيضة وبالبيضة كاملة، فخليكن معي. رح نبدأ مع بعض بالحليب. رح نحط 2.5 كاس حليب. كل الإضافات اللي رح نحطها على البارد. رح نحط 1.5 معلقة طحين و1.5 معلقة نشا، صفار بيضة. أنا أضفت بمقدار تاني بيضة كاملة، رح أقولكم الفرق بآخر الفيديو. فانيلا ورشة ملح. شو رأيكم بالبقرات تبعوتي؟ هلأ بنخلطهم منيح كتير وبنشعل النار. أكيد ما رح ننسى 2 معلقة السكر. الحقيقة أنا ما أضفت 2 معلقة، أنا حطيت 1 معلقة واحدة لأني أنا بحب إني آكل شي حلو كتير. وفي كمان بدنا نكرمل السكر فاكتفيت ب1 معلقة واحدة. وبصراحة طلعت المذاق السكر اللي فيها كتير مقبول وحلو. هلأ بنخليها على النار وبنضل نحركها لحتى يتقل معنا المزيج، وبعدين بنضيف زبدة. أنا بحب الزبدة معاها كتير، بتعطيها دسامة. بنحط معلقة صغيرة أو معلقة كبيرة إذا بتحبوا، ما في مشكلة. نترك هلأ المزيج على جنب. وشفتوا القطة تبعتي تململت من كتر ما أنا قعدت اليوم أصور بالمطبخ طول النهار. المهم هلا انا هون في نقطه بدي انبهكم عليها. انا حطيت هون بالمقلايه سكر منخول وسكر مو منخول، والاثنين طلعوا نفس النتيجه، السكر تكرمل ومن دون اي مشاكل. بس اللي كان مش منخول ضلت ايدي فيه شوي مشان الحبيبات الصغيره تروح، بس ابدا ما له مرهق يعني الموضوع. بعد ما يتكرمل بحط 2 معلقة من المزيج وبخلطهم لحالهم، وبعدين بدير باقي الكميه وبتركهم 7 دقايق على نار واطية. تمام، أنا حطيتهم 7 دقايق بالضبط. بتقدروا طبعا 5 دقايق، ما في مشكلة، على نار كتير هادية. وهون أنا أضفت لها بس جهزت شوكولا دبي أو الكنافة مع الفستق الحلبي. ارجعوا على القناة موجودة، ورح أنزلكم إن شاء الله زبدة الفستق الحلبي مرة تانية. فحطوا اشتراك ولايك للقناة حتى أكيد يوصلكم كل شي جديد. هلأ هون أنا عندي هاي المقلاية، حبيت إني أجرب فيها تجربة بس مو أكتر، وكنت عم بدعي إنه ما تفشل. والحمد لله صراحة نجحت نجاح باهر. انبسطت كتير، فرحت من قلبي. وطلعوا هيك مهلبيات كيوت كتير. استمتعنا كتير بأكلهم. بنصحكم تجربوها. اللي مع بيض طلعت طعمتها كتير قريبة للبودينج اللي بنحشي فيه الكلير. كتير كمان طلعت طيبة بصراحة، أولادي كتير انبسطوا فيها. فجربوا التنتين وشوفوا اللي بتحبوه اعملوه. وصحتين وألف عافية. إن شاء الله يعجبكم الوصفة اللي قدمت لكم إياها. وإن شاء الله رح أنزلكم زبدة الفستق الحلبي، وكمان رح أنزل شوكولا دبي. فتابعوا القناة وحطوا لايك أكيد، وياريت تدعموا القناة دائما بنشرة. والله يجزيكم الخير على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.